مساء الخير، مساء السعادة لقلوبكم. النهاردة هنعمل كنافة. المقادير بتاعتي عندي نص كيلو كنافة كان في التلاجة طلعته. عندي بتاع ده قولوا معايا زبيب، جوز الهند سوداني، وزبدة سيحتها عشان اعمل بيها. اول حاجة كده نسمي الله ونبدأ. هننزل بزبدة في الصينية ونوزعها كده في قلب الصينية. عايزين العيله الصغيره بتاعتنا تكبر بيكم، تدخلوا القناه بتاعتنا كده وتشتركوا وتعملوا لنا كومنتات حلوه. حطينا الاول الزبده في الصينيه، هنبتدي بقى ننزل بالكنافه بتاعتنا. نجيب معلقه ننزل بقى بالكنافه كده، نقسمها على مرتين. واخد بايديا وخلاص مش مشكله. نوزعها كده في الصينيه. انا معايا بقى المقادير بتاعتي اللي هو الكاستر، ومعايا المكسرات. هعمل نص الصينيه بتاعتي نصها كاستر ونص التاني مكسرات، عشان خاطر ولادي مش بيحبوا يعني في كده وفي كده. هننزل كده بمعلقتين زبده برده، لان الكنافه بالذات بتحب السمنه وتحب الزبده. هنزل بقى بالمكسرات بتاعتي زي ما انا قلت لكم كده في نص الصينيه. نقسمها بالعدل كده. شويه زبيب. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده ربنا يعود علينا الايام كلها بخير يا رب كده، ويجي رمضان يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الجزء التاني بقى هنزل بالكاستر بتاعي. طبعا طريقه الكاستر احنا كلنا عارفينها، وهبقى اعملها معاكم برده فيديو لو يعني في حد مش عارف. اقول لكم المقادير بتاعت الكاستر: معلقتين كاستر وكوبايتين لبن. ماشي. طبعا السكر ده حسب ما انت عايزه. الحشوه بتاعتي زي ما انا ما قلت لكم نص مكسرات ونص كاستر. هبتدي بقى انزل بالمقادير بتاعتي بتاعت الكنافه الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره طريقه الكنافه بعد ما تشتريها تحطيها في الفريزر، وما تيجي تطلعيها تقصها بمقص، بتبقى طريقه سهله وحلوه قوي. نبتدي بقى نفردها كده في الصينيه. تتكي كده بايديكي. دلوقتي حطينا المقادير بتاعتنا كلها، هنبتدي بقى ننزل بالزبده كده والسمنه بتاعتنا على وش الكنافه. تكوني بقى انت كده مولعه الفرن، ودرجه الحراره بتاعته ما تكونش عاليه قوي عشان ما تتلهفش منك والوش بتاعها ينشف وتتحرق. خلي النار بتاعتك تبقى هاديه وتكون وسط. شايفين ما شاء الله قلبنا صينيه الكنافه. ده الوش اللي كان اليمه التانية، فقلبناها عشان ندخلها الفرن تاني. طلعت الكنافه بتاعتي من الفرن. شايفين ما شاء الله شكلها تحفه ومقرمشه وجميله. نبتدي بقى كده نسمي الله وننزل بالعصير بتاعنا الشربات. ان شاء الله تعجبكم، وتقولوا لي بقى كده في الكومنتات بتاعتكم، تعملوا لي تعليق حلو. خرجت حته معاكم اهي جميله. سامعين صوت القرمشه بتاعتها ما شاء الله. شايفين ما شاء الله.